السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنبدا طبعا نعمل تفريزات السحور بتاعه رمضان. واول حاجه طبعا الفول والطعميه. هقول لك كل اسرار الفول والطعميه. الفول طبعا اللي طالع زي الكهرمان، زبده، مش قادره اقول لكم، شويه فول عسل. كمان الطعميه طريقتها عالميه حلوه جدا جدا. نقول طبعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل كميه كبيره طبعا، نشيلها ايه في الفريزر. اول حاجه معايا نص كيلو فول بلد، اللي هي الحبايه بتاعته بتبقى فاتحه كده. بتنقعها طبعا مش اقل من 8 ساعات 9 ساعات، يعني من بالليل وتاني يوم على طول تصحي تشتغلي بيه على طول. احط عليه على طول كوبايه عدس صغيره. العدس يا دوبك بغسله بسيبه حوالي ربع ساعه في الميه كده. كمان احط له كوبايه كبيره فول مدشوش، ده فول مدشوش بتاع الطعميه. يعني انا كنت جايبه نص كيلو فول مدشوش، خدت منه كوبايه كبيره للفول البلدي دوت. نقعته برده ربع ساعه بالظبط. هبدا بقى احط الفول، طبعا غسلناه كويس او نقعناه من بالليل. تاني يوم بشتغل اهوت، وجبت طبعا الفول المدشوش، ويا دوبك بس نقعته ربع ساعة هو والعدس. وحطيت بقى معلقة كركم كبيرة ومعلقة خل ومعلقة سكر عشان تسرع طبعا عملية التسوية. وهنزل بمية مغلية، مية من حنفية، لا هتسود معاكي الفول. لازم مية مغلية، كل ما يعوز الفول مية لازم مية مغلية. بلاش خالص الميه اللي هي من حنفيه، هتسود الفول وهيطلع معاكي اسود ومش حلو. ليمونه سليمه غسلتها كويس برضو وحطيتها بالشكل دوت، وهرفع على النار على طول واسيبه بقى يستوي مع نفسه. يعني بسيبه اول ربع ساعه يغلي كده، وبعد كده بوطي عليه النار. يستوي مع نفسه خالص، يقعد بقى زي ما يقعد. نيجي بقى بقيت كميه النص كيلو بتاع الفول المدشوش اللي انا خدت منه يا دوبك كوبايه كبيره على الفول البلدي بتاعنا. الفول دوت انا نقعته من بالليل، برضو زي الفول البلدي بالظبط عشان اعمل بيه الطعميه. وغسلته كويس أوي ونقيته كمان كويس أوي أوي. بدأت حطيت عليه حزم الكرات، وكمان بصلاية متوسطة، كل ده مغسول كويس. 12 فص من الثوم أو معلقة كبيرة مهروسة من الثوم. وبحط طبعا شوية كزبرة، يعني حوالي نص معلقة كده. نص معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة صغيرة من الملح. وهقلب كله كويس قوي كده بالشكل دوت. دي معايا اسهل طريقه للطعميه واحلى طريقه للطعميه. بديل الكرات هيبقى الكزبره الخضراء حزمه، لو مفيش طبعا كرات. لكن الكرات في العجينه بتاعه الطعميه بتبقى حلوه جدا جدا. هبدا بقى اقسم العجينه معايا على نصين، يعني هضرب كده الكميه كلها على مرتين. ومعايا حوالي نص كوبايه ميه كده. هبدا اشغل بيها الكبه عشان الطحن بتاع العجينه معايا تبقى يبقى مطحون معايا حلو يعني. هشتغل بقى على طول في الكبه بالشكل دوت. لازم الفول المدشوش بتاع الطعميه بيتنقع برده زي الفول البلدي بالظبط قبلها بيوم لمده 8 ساعات، وتاني يوم على طول تشتغلي بيه، او بعد 8 ساعات تشتغلي بيه. بقلب طبعا بصوا من تحت لفوق كده، وبشغل تاني لحد ما بتنعم معايا كده. ما تنعمهاش قوي يعني، هي للدرجه ديت يعني كويس قوي قوي. الوصفة حلوة جدا، فيها الثوم فيها البصل فيها الكرات، فيها الكزبرة الناشفة والملح والفول المدشوش بتاع الطعمية. عجينة الطعمية بصراحة طالعة حلوة وناجحة، وكان طعمها تحفة ما اقولكمش. حلوة جدا جدا. اهم حاجة هحطها طبعا يعني معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. وهبدأ بقى اخر خطوة واهم خطوة، هشتغل بالمضرب دوت زي الحجر بتاع الطعمية كده. هم عندهم حجر كده بيضربوا بيه طبعا العجينة بتاعة الطعمية بالشكل ده كده. عشان ندخل هواء في الطعمية بتاعنا لازم المضرب السلك كده نضرب كويس قوي قوي، مش اقل من 5 دقايق. بصوا هتلاقيها بتعلى معاكم، بتبقى عاملة زي الفوم كده، زي الكريم شانتيه. كل ما تضربي فيها اكتر بتعلى معاكي وتنفش اكتر. فالخطوة دي مهمة جدا عشان ندخل طبعا هواء داخل العجينة بتاعة الطعمية. لازم اضرب كويس قوي كده بالمضرب بالشكل ده. شايفين؟ حلوة جدا جدا. دي اسهل عجينة طعمية واحلى عجينة طعمية تعمليها في البيت. لو في طبعا اي حاجة مش واضحة في الفيديو اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكي على طول. خلاص اهي اتضربت معايا، بصوا عليت ازاي، بقت حلوة جدا جدا. هقسمها بقى في الاكياس طبعا حسب ما انت عايزة. حط الكمية على عدد الافراد بتاع الاسرة طبعا. يعني انا عملت كل كيس حوالي 5، هيطلع لي 5 وحدات او 6 بالظبط. بمسك بقى في الاكياس بتاع التلاجة ببطط كده بالشكل دوت.
اهم حاجه تطلعي طبعا الهواء من داخل الكيس وترصي بالشكل ده كده، يبقى احسن لك طبعا تعملي كميه كبيره بالشكل ده. انا قلت اعمل طبعا كميه، ولما تخلص اعمل كميه تاني بالشكل دوت. ما اعملش يعني كميه كتير واحط في الفريزر وخلاص، لا، لما الكميه ديت كلها تخلص هعمل كميه تاني على طول بالشكل ده. هعمل بقى الكميه كلها في الاكياس. انا عايزه اوريكم كل الخطوات عشان الفيديو ده بصراحه مهم جدا جدا. بصوا بقى الجمال، عمل لي كميه قد ايه. يعني نص كيلو فول مدشوش، انا واخده منه كوبايه واحده كبيره للفول البلدي. بقيه الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده عملنا بيها طعميه. هرص بقى في قلب طبق كده اللي هو الفويل دوت، وارص الكميه كلها بالشكل دوت، وحطي بقى في الفريزر الكميه اللي انت عايزاها على طول. هتتعبي ساعه ولا كل ساعه. والفول بتاعنا طبعا استوى، ما حطينالوش بقى ولا نشا ولا دقيق ولا الكلام ده عشان الميه بتاعته تتقل. هو الثلاث مكونات دول بصراحه سووا الفول وخلوا الميه بتاعته يعني تقيله وحلوه جدا. بصوا عامل زي الكهرمان كمان. انا ما عنديش اضاءه، الاضاءه ظلماه. فول طالع حلوه جدا حلو جدا، حبايه بحبات اهو زي ما انتم شايفين. ناس تحط ممكن تحط جزر مبشور ماشي، لكن اي حاجه تانية لا. يعني اللي بيحط بصل وبيحط توم وبيحط طماطم انا ما بحبش بصراحه كده. لما بيتعمل بقى بالشكل ده ممكن نعمله بالبصل بالطماطم بالثوم. بصوا الفوليه مستويه وطالعه حلوه جدا جدا. هما الثلاث مكونات اللي احنا حطيناهم في الفول. حطينا فول بلدي والعدس، وطبعا الفول المدشوش طلع معانا بالشكل ده، وكميه بسم الله ما شاء الله كبيره جدا. يعني ده نص كيلو فول بلدي. زي ما بقولك هتجيبي الفول اللي هي حبايته فاتحه مش الحبايه بتاعته غامقه، والفول طبعا البلدي، وتغسليه وتنقعيه من بالليل وتحطي عليه المكونات دي. هنجيب اكياس وتحطي في الاكياس على طول. طب ممكن بديل العدس ممكن نبدله بايه؟ بالرز. ممكن تحطي بدل العدس نص كوبايه صغيره منقوعه كده برضو رز. ممكن، بس انا بصراحه مش مستحب بالنسبه لي الرز. لكن في محلات بتحط رز، في محلات بتحط عدس. لكن اساسي طبعا الفول البلدي والفول المدشوش بطريقه الفول البلدي المدمس بتاعنا. تمام. طبعا الكركم انا حطيت له معلقه واحده بس. وزي ما بقول لكم حطينا السكر والخل والليمونه عشان يحافظ على اللون بتاعه لما نسويه في البيت. هتسويه في القدره بتاعه الفول بيطلع تحفه. هتسويه طبعا في اي حله المونيا او ستانلس برضو بيطلع حلو جدا جدا. بس الدماسه بتاعه الفول بتوزع الحراره داخل طبعا داخل الدماسه حلوه قوي للفول. بيبقى اسرع بكتير من الحله الالومنيوم او الستانلس. هتبقى واخده كده شكل من تحت ومن فوق كده مدوره دوت عشان تسهل عمليه التسويه وتوزيع الحراره. انا بصراحه ما كانش عندي الدماسه فعملته في الحله الالومنيوم، طالع طبعا حلو جدا. اعملي بقى الكميه اللي انت عايزاها، حطي مغرفه مغرفتين ثلاثه على حسب العدد اللي انت عايزاه طبعا، وقسمي الاكياس بتاعتك بالشكل ده. نبدا نطلع بقى كيس بقى بالمره كده. كان ميعاد الغدا بتاعنا بقى، وقلت بقى ايه مش هلحق اعمل غدا، فنعمل بقى فول وطعميه ونمشيها طبعا باي حاجه كده على طول. فطلعت كيس كده بالشكل دوت اهو طعميه. اول ما بتطلع معاكي تضربيها كويس قوي بالمضرب برده عشان تدخلي طبعا هوا زي ما بقول لك داخل العجينه. مهمه جدا الخطوه دي، هتضربيها حوالي دقيقتين ثلاثه وخلاص. على كده تبقى العجينه جاهزه معاكي. بحب احط لها سمسم، انت ممكن تحط لها لو حابه كزبره خضراء خرطيها صغيره قوي كده وترشي رشه كده على الوش طعميه، وطبق فيه ميه وتبداي تشتغلي على طول، او كزبره ناشفه حسب ما انت عايزه. الاكل ده طبعا اذواق. هنبدا بقى في طاسه على النار فيها زيت. اول ما تسخن معايا نبدا ننزل في الطعميه على طول. وما تركزوش في طبعا الباب بتاع الازاز بتاع البوتاجاز بتاعي. يعني الستيكر ده اتحرق مني كده مره واحده يعني. ما تركزوش معايا وركزوا بقى ايه في الطعميه. تمام. نبدا بقى. بصوا بقى الطعميه تطلع منفوشه ازاي وحلوه جدا جدا. هنسوي بقى الطعميه بتاعتنا عادي بالشكل المعتاد. بتحطي ديك في ميه وتكوري وتبططي في الطعميه القطع بتاعتها كده زي ما انا بعمل بالظبط بايديا، وتبداي تحمريها بالشكل ده وتطلعيها. طلعوا معايا ستة حلوه جدا جدا. نطلع كمان طبق فول عشان تشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. يا دوبك انا بحط طبق الفول عليه يعني حوالي معلقتين ميه. اول ما تطلعي الكيس كده على طول من الفريزر هتطلعيه يفك بس شويه، وتحطيه في قلب حله. تحط عليه حوالي معلقتين ميه كبار كده، وتحط عليه الملح والكمون والليمون والزيت طبعا. حابه تعمليه بقى فول بقوطه، تعمليه فول ببصل، تعمليه بتغذيع بتوم،
حسب ما انت عايزه. دي اسهل طريقه للفول طبعا، وبسخنه كده على النار وبيطلع معايا بالشكل دوت، حلو جدا جدا. اللون بتاعه اهو زي ما انتم شايفين فاتح جدا. كمان انا والله مش عندي اضاءه خالص. طب بصوا بقى لونه عامل ازاي، لونه جميل جدا، والطعميه جاهزه معانا. دي اهم تفريزات سحور رمضان طبعا، الفول والطعميه. البطاطس طبعا الفرن انا عاملاها لكم فيديو قبل كده، هنزلها لكم في الكومنتات عشان لو حابين طبعا تاكلوا معاها بطاطس محمره، بطاطس مهروسه، حسب ما انتوا عايزين. طبعا في فيديو تاني تكمله للفيديو دوت هنزله لكم ورا ده على طول، هقول لكم بقيه تفريزات السحور بتاع رمضان. بصوا بقى الاكل حلو جدا جدا. زي ما كنت جعانه جدا وبدات بقى اكل وايه، وكان بصراحه يعني الاكل حلو جدا جدا. جربوا بقى الوصفه، في اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات هرد عليكم على طول. ورمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين، وسلام عليكم. يا سيدي يا سيدي، شايفين الجمال؟ هو ده.